السلام عليكم يا شباب. لما بيجي يقابلني فيديو اجي اترجمه كده لجورج فرح بالانجليزي بفرح، بقول يلا بينا نستعد بسم الله لاكبر قدر من الفيلر ووردز اللي ممكن نسمعه تقريبا في اي مقابله. اخصائي تغذيه لبناني مشهور في امريكا، بس لما بيجي يتكلم بالانجليزي الكلمات الحشو اللي موجوده في الموضوع ما تعدش، لدرجة صعب جدا يعدي 10-15 ثانية إلا وتلاقي كلمات حشو دخلت في وسط الموضوع. يلا بينا، يلا بسم الله. بصوا إيه اللي هيحصل في خلال الدقيقة الجاية دي. Well, to me, honestly, the pre-workout should be like, nitric oxide, you know what I'm saying? And some coffee. So you can do those. You don't have to get a special pre-workout, because some of those company, I don't know, they put niacin in it so you can get the itch and stuff. It's not good, but people, the problem is they're just like everybody else, man. Like what we said at the beginning, it's not about being nice anymore, man. It's about how much money you can make. It doesn't matter what happened to the people. So you know what? Be smart and read. Educate yourself. As a matter of fact, the guy who did it got a Nobel Prize. You know why? Because it opens your artery, it helps you. You know what I mean? So it's really good. You know what I'm saying? But sir. يعني ما شاء الله في خلال تقريبا كده ما شاء الله دقيقة. ما اعرفش الرقم اللي ظهر لكم دلوقتي على الشاشة كام مرة فيلر ووردز او كلمات حشو في دقيقة 18 ثانية. ما شاء الله كابتن جورج بيتنفس كلمات حشو، ما بيتنفسش هوا طبيعي كده، بيدمجوا بكلمات الحشو. طب ما حلو قوي يا اسلام الموضوع ده. الراجل بيتكلم بثقة وبأريحية، راجل لبناني الاصل واساسا هو متعلم الانجليزي. هو ده اللي انا عايزه، انا عايز اتكلم بثقة الراجل ده وهو بيحكي بالانجليزي. اصبر بقى شوية على رزقك، انزل بالمقدمة واديني حبة دلع. معاكم اسلام AKA سامكس في حلقة جديدة من شوارع. Let's get started. بص انا مش عايزك تتحمس قوي الموضوع كلمات الحشو ده قبل ما تسمع الكلمتين اللي باذن الله تعالى هنقولهم دلوقتي. جايب لك واحده امريكيه ربنا يهدينا ويهديها، ايا كان بتعمل ايه، بس دي مشهوره في امريكا والناس بتتريق عليها في التعليقات تحت. هتعرف ايه سر تريقتهم لما تسمع طريقه حكيها. I don't know. I just I feel very open and like honest and chill, and like I feel like myself again. I feel like for a while it was like not so much. I understand. Yeah, but like now it's like I like kind of became like a thing, Yeah. Like I hate لا كفايه بص كده، بص يا بنت الناس، شوف انت جماعه انت عايزه تقولي ايه واحنا مستنيينك، عشان تحس انك كل ما بتركز اكتر معاها بتتشتت بسبب كلمات الحشو اللي عماله تضيفها. السياق بيروح مننا، وحتى تلاقي الناس هنا في التعليقات كاتبين لها no offense but that's cringy، بلا اهانه that's cringy. الموضوع مزعج وغير مريح. عايزك بقى يا صديقي تركز كمان في المثال العملي ده. خبير التواصل واقف قدام الست دي بيعلمها ازاي تتكلم على المسرح قدام الناس وهي امريكيه وبتتكلم انجليزي ابا عن جد. In medical school, I've always wanted to be a physician, so I'm looking after your heart, lungs, and I just went to the wards. من التوتر وقفتها على المسرح عماله تضيف لك في كلمات حشو ملهاش اي 30 لازمه. بص قال لها بقى انا مش عايزك تذكري اي كلمات حشو، استبدلي كل كلمات so like شيلي كل الكلمات دي وحطي مكانها صمت. You're filling a lot of the silence with the ums, ahs and a so. So filler words are something I want you to pay attention to now. I want some slower rates of speech and some pauses. No so's, ahs or ums, and very conscious of replacing the ums and the ahs and the so's with silence. I went into medical school thinking that I've always wanted to just help humanity, save lives, do big changes. It's about changing quality of life. Big round of applause. That was amazing. Big round of applause. اديها سقفة كبيرة أو جولة كبيرة من التسفيق. ليه؟ لأن ببساطة عملت حركة صغيرة جدا طبقتها فرقت كل الفرق في أدائها على المسرح. وهنا نستنتج إن كلمات الحشو لما بتضاف بتعمل ازعاج وقلق وبتخلي رسالتك مش واضحه قدام الناس، وده للاسف عاده سيئه عند ناس كتير جدا. لما بتيجي تتكلم انجليزي بتلاحظ انها عشان تثبت لك قد ايه لا انا جامد انا عندي طلاقه، حتى الصمت مش هخليهولك موجود، كأن حد بيجري ورايا وهملهولك بكلمات حشو. اكتر ناس بتعمل كده هم مشاهير العرب بدون ما اذكر اسم حد دلوقتي، بس تلاقي المشاهير في بعض الاحيان بيعملوا لك كده so like for the first time
You know, in the past 4 years, I feel like I'm on my own. You feel me? Like I'm alone. Yeah. So seriously. So ايه كل ده؟ طب على رسلك كده واحدة واحدة، مفيش حد بيجري وراك، ممكن تقولها بالشكل ده. For the first time in the past 4 years, I'm on my own. I'm alone. حتى لو في مقابلة شغل طبق الاستراتيجية دي، كلمتين بالانجليزي، جملتين 3 واطلق، جملتين 3 واطلق، محدش بيجري وراك، خليك هادي، رسالتك هتوضح اسرع لحد ما مخك هياخد على الوتيرة دي ويبدأ يسرع من وتيرته تلقائيا. فاكر الكتاب اللي كنا بنذاكر منه زمان اسمه ايه؟ bit by bit، شوية شوية، step by step، خطوة بخطوة، وهتلاقي وتيرتك لوحدها اتسرعت ان شاء الله. Bit by bit, step by step, every day. Every day, bit by bit, step by step, every day. Every day, bit by bit, step by step, every day. Every day. يعني انت يا اسلام طالع تقول لي انك ضد كلمات الحشو اللي بنضيفها في الانجليزي، وان يعتبر دي نقطة ضعف؟ لا يا صديقي، اثبت بس شوية، دي نقطة قوة بس للي يستعملها صح. سيبك من الناس دي، خليني نضرب المثال بالعربي. لو سألتك دلوقتي ايه رأيك في موضوع النهاردة في الحلقة دي، هتقول لي بصراحة. ثواني، بصراحة ليه؟ مع انك مش هتكذب. شفت الطبيعي انك بتقول الجملة دي كجملة بتبدأ بيها حديثك. بصراحة انا ما توقعتش كده. Honestly, I didn't expect that. المشكلة بقى ما هي حلوة وشيكة اهي، جت في البداية حسست ان الكلام هيطلع من القلب للقلب. مبدئيا ده كلام فاضي يا محمود. First of all, that's nonsense محمود بقى، خلينا نقول محمود، ايه الاوفر ده؟ First of all، مبدئيا تعتبر من اشهر الجمل اللي بنقولها في ترتيب الافكار. يكون عندك سلسلة افكار كتير كده في دماغك، وهتنزل بالترتيبة الحلوة بتاعتك ان شاء الله، وهتقول مبدئيا كده محمود الفكرة دي مش عجباني. First of all، وتبدأ تكمل كلامك. مهمة جدا. First of all, you gotta stay relaxed. Yeah. First of all, you gotta stay relaxed. Yeah. ايه، هتروح معانا الفرح بكرة؟ بصراحة مش مهتم. Basically, I'm not interested. Obviously, basically, actually, I'm not interested. طب ما حلوين اهو، ما بيدوا للكلام شياكة في بدايته، والدنيا زي الفل لذيذة اهي لما بنقلل منها وبنحطها في مكانها الصح. وواحدة من أشهر الجمل في الإنجليزي اللي بتنهي بيها الحديث بتاعك بتقول في نهاية المطاف، بأمر واحد أحد هتسمعها على لسان أي حد بيتكلم إنجليزي. At the end of the day. الكلام ده مش عملي، النطق ده مش عملي، بنسمعها في الحياة. اديني في اللذيذ والسريع. At the end of the day. At the end of the day. اسمع زي المشهد ده. When he comes out of his office at the end of the day, it's at the end of the day. And I can say at the end of the day, at the end of the day, end of the day, end of the day. انت متخيل في كام كلمة حشو موجودة في الانجليزي؟ لو بحثنا بس عن اشهر 100 هيطلع لك الكم الهائل ده كله. طب يا اسلام ده كتير قوي، احفظ منهم ازاي اصلا؟ لا، الموضوع مش كده. الفكرة انك تحول شخصيتك اللي بالعربي وتحولها للانجليزي. لو انت متعود زي كده، ما ابدأ كلامي الحمد والشكر لله بقول مبدئيا بقولها في الانجليزي first of all، بسرد افكاري الاولى بيها، بقت عاده وخدتها وحطيتها في شخصيتي الانجليزيه. ومتعود لما بتكلم بالعربي بقول في الاخير كلنا عايزين نرتاح، باخدها وبحولها للانجليزي at the end of the day. at the end of the day. في ناس تتكلم معاها بالعربي تقول لك والله العظيم الاسعار بقت نار، حرفيا نار، تستخدم حرفين كتير. بالانجليزي the prices are rocketing, literally rocketing. فلو انت مدمنها بالعربي الله يعينك، لو عايز تقولها بالانجليزي يعني ربنا معاك. حلو، هي سهله طبعا، بهزر، هي literally او literally. فالفكره بقت كلها نقل شخصيتك من العربي للانجليزي. شوف ايه اللي انت بتقوله وخد منه الانجليزي وثبته عندك. اما بقيه كلمات الحشو مش محتاجها، بس لما تسمعها بتكون عارف اللي قدامك قصده بيها ايه باذن الله. وفي نهايه حلقه النهارده، في نهايه المطاف يا عزيزي، باذن واحد احد احط لك ملف PDF فيه كل كلمات الحشو المتوقعه بترجمتها بالعربي. عايزك كده تبص عليهم وتختار بشخصيتك واللي يروك ليك كده. اول ما تشوف دي تحس ان دي شخصيتي بالعربي، انا هاخدها واحطها بالانجليزي باذن الله. تحطهم كده وتكون حاجه طابع فيك وانت بتتكلم. يمكن ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيد ويبارك، لما بتكلم بالعربي ما بحسش ان كلامي مش مفهوم، يعني دايما بحس ان رسالتي وصلت ما شاء الله، فما بستخدمش كلمه فاهم قصدي، فهمني. على العكس صحيح، في ناس لما بتتكلم بتقول فاهم قصدي، تحس ان كلامها دايما عندها احساس ان هو مش واصل. You know what I'm saying?
you know what I mean؟ بس لو انت شخصيتك كده بالعربي انقلها للانجليزي عشان تكون طبيعي قدر الامكان. بس كده يا صديقي، ده كان دلع النهارده. لو عجبتك حلقه النهارده الله يبارك لك، ما تنساش اللايك، وهتقل عليك سنه كده لو طلبت منك تلغي الجرس وتشغله من اول وجديد عشان بس الاشعارات توصل للناس. وما تنساش قناتي اسلام حسن، القناه اللي بتكلم فيها عن مواضيع تخصنا وتخص كل واحد فينا. سايبها لك تحت في اول تعليق. واخر حلقه نشرتها كانت جدا مهمه، سايب لك الحلقه اهي، ما تنساش تقول لي رايك فيها. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. الله الله ربي لا اشرك به شيئا ولا اله الا الله.